هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، بصحة، سعادة، وهنا يا رب. صحتك النفسية حاجة مهمة قوي عشان بتأثر على صحتك الجسدية. ما تخاصمش حد لما تكون بذلت كل المجهود واهتمام وحب وبتدعيله في كل صلاة، وفي الآخر ما تلاقيش اللي قدامك بيعاملك بنفس المعاملة. انت قول لنفسك كده جيم اوفر، انا مش هخصمه، لا انا هرتب مكانته عندي، هحطه في منزلة تانية خالص، مش ههتم بيه، مش هسأل عليه. اهتم، ههتم، سأل، هسأل، بس ريح نفسي. انا في غنى عنه، مش قاعد مستنيه، مش قاعد يتصل بيا، مش قاعد مستني اهتمامه بيا، انا استغنيت عنه. على فكرة، تاني درس وهو ان كل ما زادت مهاراتك كل ما زادت حاجة الناس ليك، وكل ما زاد استغنائك عن الناس. فانت بكده لما ترتب كل واحد في المكانة اللي يستحقها عندك، هتبقى قاعد مستغني عن اهتمام فلان بيك. فلان افتكرك في عيد ميلادك، لما كنت مثلا عملت عملية جالك زارك. آه، حاجات مهمة. مش قاعد هو بقى مستني ان انت تيجي تعزيه، قاعد تيجي تبارك له مش عارف على ولاده، قاعد تيجي اسبوع ابنه، دراعه اتكسر. طب ما هو انا عامل عمليه وانت عرفت وانت ما جيتش زرتني يعني، فانت جاي تتكلم في ايه؟ فاهم قصدي؟ فما تتكلمش وما تقولش انت عملت لا، ما تعاتبش اصلا. يعني ما تشغلش دماغك بمعاتبات، اشتري دماغك. هو ما قدرنيش في كذا، انا كمان ما اروحلوش وما افتحش الحوار اصلا، ما يعني ما اديش الموضوع حجم كبير، بمنتهى البساطه. تالت حاجة، القصة اللي بتبتدي بحاجة ما ترضيش ربنا بتنتهي بحاجة برضو مش هترضيك انت، بتنتهي نهاية عمرها ما هترضيك، عشان في الأول القصة هي ما كانتش راضية ربنا سبحانه وتعالى. رابع حاجة وهي ان الصاحب ساحب. اختار الحد الناجح مش الفاشل. لو اخترت حد فاشل هتبقى فاشل زيه، حد بيعرف الحلال هتبقى عارف الحلال زيه. واخر حاجة وهي ان الناس عمرها ما هتبطل تتكلم عنك، واعرف ساعتها ان انت حد ناجح، حد مؤثر، بدليل ان الناس بتتكلم عنك. بمنتهى البساطة صحتك النفسية حاجة مهمة قوي، لان بناء عليها صحتك الجسدية هتبقى كويسة. ناس كتير صحتها النفسية بتبقى ضايعة، مقصرة في معدتها، هتلاقي اللي بيرجع كتير بدون اي سبب، تحاليل وحاجات كتير، وسببها ان نفسيا يعني هو متدمر، عمال يعمل 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 واللي قدامه ما بيفيش.